تعالى اقول لك وانت بتلعب شطرنج ازاي ما توقعش في الفخ ده. لما الابيض يلعب لك ناقه الاي 4 فانت هترد عليه بناقه الاي 5، فهو يلعب الحصان بتاعه في مربع الاف 3 فانت هتنط بالحصان بتاعك في مربع السي 6، وساعتها هو هيجيب الفيل بتاعه في مربع السي 4، وده اسمه ايطاليان جيم. عشان ساعتها هنا الاسود يلعب الحصان بتاعه في مربع الدي 4. فهنا بكل بساطه لازم تاكل حصان في حصان وتسيب الاسود ياكلك بالبدء، او الموقف ده الابيض افضل فيه. بس هنا انت لو حاولت تاكل البدء المجاني اللي موجود في الاي 5 فدي هتبقى نقله غلط جدا. انت مهدد بدء الاف 7 بالحصان والفيل، بس هنا الاسود ممكن يجيب الوزير بتاعه في مربع الجي 5 مهدد البيدق. فلما انت تاكل حصان في عسكري مهدد الوزير ومهدد الطابيه، فهو بكل بساطه هيروح ياكل البيدق ده مهدد الطابيه بتاعتك. فهنا طبعا انت لازم تمشي بالطابيه بتاعتك في مربع الاف 1، عشان ساعتها ممكن الاسود يروح ياكل وزير في عسكري عامل كش للملك. طبعا هنا الاسود عنده طريقتين، يا اما يغطي بالوزير وساعتها يخسر الوزير بتاعه، او ان هو يغطي بالفيل بتاعه عشان ياخد كش مات في نقله واحده في مربع الاف 3، لان